بعد ما استمعنا معا إلى هذا العمل وهو من تأليف الدكتور محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، نستكمل الحوار معه أيضا ومع الدكتور إبراهيم عبد المجيد حول هذا الموضوع. ونسأل حضرتك بقى استقبال الجمهور كان إزاي؟ والله يمكن البداية كانت صعبة. يعني أنا أول حفلة عملتها كان موسيقى إلكترونية، عشان كده يعني أنا استخدمت فيما بعد مصطلح الموسيقى الإلكترونية. طبعا الموسيقى الإلكترونية بدأت تاريخيا في أوروبا من 50 سنة بهذا المصطلح، إن الصوت يبقى أصله إلكتروني ويصنع أو إن هو يعالج بواسطة الأجهزة الصوتية. فكان الحقيقة رد الفعل يعني مش قوي. يعني أنا عملت القاعة المظلمة ومجرد في سماعات منتشرة في قاعة العرض يعني. فابتديت أفكر على عوامل جذب أخرى. أولا أضفت الآلات التقليدية مع الموسيقى الإلكترونية، وأضفت البعد المرئي بأشكاله بقى المتعددة، سواء كان صور ثابتة أو عرض فيديو. وابتدت التجربة تبقى أفضل وناجحة. والحقيقة يعني الحفلة اللي فاتت كانت ناجحة جدا جدا، واثبتت فعلا ان ابتدى الجمهور يحس ان في شيء جديد وجاد في الوقت نفسه. جميل. دكتور ابراهيم عبد الجيد، يعني بما ان حضرتك رئيس قسم الصوت او هندسه الصوت بمعهد سينما، يعني انا عايزه برضو اعرف من حضرتك ايه احدث التقنيات حاليا اللي موجوده في السينما العالميه بالنسبه للصوت؟ حضرتك احنا النهارده يطلق على الزمن اللي احنا فيه زمن الديجيتال، اللي هو التقنيه الرقميه. وهذه التقنيه حاليا بتدي امكانيات عاليه جدا سواء للصوت او سواء للصوره، لان